في الملاعب كلنا بنلعب، الكرة دايما مش هتوقف، من القاهرة لأسوان بنشجع، وصل دايما في القمة بتسجل وتحقق. يا كرة مصر يا حبنا، إبراهيم حسن في المايك بيعلنا، من الأهلي لغاية الزمالك المنتخب دايما في القمة. يا سلام، أرض مصر مليانة أبطال، وفي كل ماتش بتشوفها تفوز. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من ملاعب ميديا مع نجم الكرة المصرية وهداف نادي الزمالك كابتن أحمد جعفر. حبيبي يا حبيبي، نورنا يا كابتن. بنورك يا حبيبي، نور. طبعا الحلقة دي طبعا احنا إن شاء الله هنكون في رمضان يا كابتن إن شاء الله. عاد الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. كابتن أحمد، نبدأ بليفربول. ليفربول متصدر الدوري الانجليزي، طبعا ليفربول عشان محمد صلاح طبعا، اللي انا يعني اعتقد مش انا بس لوحدي، مصر كلها، حتى كل الناس اللي كانت بتشجع مانشستر يونايتد او مانشستر سيتي او اي حتى تشيلسي، كله راح على ليفربول. طبعا فخر العرب يعني الواحد عارف انت ابراهيم ايه، محظوظ انه حضر حد بقيمه محمد صلاح. انا كنت من الناس اللي لعبت معاه في منتخب مصر، ومبسوط ان انا شفت واحد مصري في يوم من الايام في الليفل ده، ومن احسن، بل ممكن يكون السنه دي احسن لعيب في العالم، من احسن 3-4 لعيبه في العالم. فلا بجد يعني اول اجيال دي محظوظه انها شافت محمد صلاح. يعني ممكن الاجيال اللي بعد كده ما تشوفش محمد صلاح تاني، لكن الحمد لله الجيل بتاعنا كله محظوظ ان هو حضر محمد صلاح واتفرج على محمد صلاح. كابتن، احنا كنا نقول على نادي اليوفنتوس في زين الدين زيدان، وزين الدين زيدان اصله جزائري، فاحنا كنا بنشجع يوفنتوس عشان اصله جزائري. لكن عندنا محمد صلاح. طب في ناس كتيره جدا بتهاجم محمد صلاح يا كابتن. لا ده مرض اللي هاجم صلاح، ده مريض، ده بني ادم مريض يعني. لانه لو قعدنا مثلا ابراهيم نحلم كده في يوم من الايام اللي عندنا واحد زي محمد صلاح، عندنا حد زي محمد مش هنحلم يعني، الحلم مش هيجي لك اصلا. لا محمد صلاح ده اسطوره وايقونه مصريه، وهتفضل طول العمر ان شاء الله اسطوره وايقونه مصريه على الارض يعني. هل ممكن السنه دي محمد صلاح ياخد الكره الذهبيه كاحسن لاعب في العالم؟ ان شاء الله، بتمنى ان هو ان شاء الله ياخد احسن لاعب في العالم، لان هو يستحقها طبعا السنه دي ان شاء الله. بس هي هتبقى اعتقد شويه الدوري باذن الله هو قريب منه خلاص بنسبه 80% يعني قريب من الدوري الانجليزي. هي ممكن شويه لو ان شاء الله باذن الله خد دوري ابطال اوروبا، اعتقد هي بنسبه كبيره جدا هتبقى قريبه منه باذن الله. الاصطدام مع باريس سان جيرمان شايفه ازاي يا كابتن؟ ليفربول باريس سان جيرمان ماتش صعب طبعا. باريس فرقه قويه جدا وعنده لعيبه كبيره جدا، وبس ليفربول السنه دي السكواد بتاعه كويس جدا ومن احسن فرق العالم، بل ممكن يكون احسن فريق في العالم بيلعب كوره الفتره الاخيره. فبشوف انه هيبقى ماتش قوي جدا 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 عليهم يعني، واتمنى ان شاء الله زي ما قلت لك محمد صلاح يحصل على البطوله وياخد البالون دور باذن الله. اكيد نتمنى ذلك والله، نتمنى طبعا، اكيد نتمنى ان شاء الله باذن الله خطوه جديده محمد صلاح ان شاء الله. لو كسب ان شاء الله باريس سان جيرمان، هتبقى دور الثمانيه اسهل اتوقع ان شاء الله. دور الثمانيه هيكون اسهل بالنسبه له، لكن نصف النهائي يبقى طبعا لا كده. بص معركه. ما فيش حاجه سهله يا ابراهيم، لان اللي بيوصل للمراحل النهائيه بتلاقي فرق كبيره جدا، وحتى لو الفرق مثلا اسمها ما بتبقاش كبيره، بس اكيد هي فرق قويه جدا كافراد، بيبقوا افراد اقوياء جدا يعني. حتى لو الاسم نفسه مثلا وصل دور الثمانيه، بس هتلاقي فرقه اكيد ما وصلتش للمرحله دي غير لما هتبقى فرقه قويه جدا يعني. طب يا كابتن، انت شايف نظام دوري ابطال اوروبا، هل هم بالنظام الجديد ده يا كابتن بوظوا الدني شويه؟ مش عارف ليه الناس مستغرباه شويه. هو طبعا احنا مش واخدين عليه عامه يعني ازاي هلعب بلاي اوف ماتش وبعد كده هرجع تاني وازاي في ملحق اول مره اشوف حاجه ملحق دور 16 يعني. فهي مش الناس، احنا طول عمرنا واخدين على دوري الابطال بتاع زمان. تجربه جديده السنه دي بشوفها يعني ما حققتش نجاحات كبيره يعني، كل الناس برضه عندها كومنتات عليها يعني. ترشح مين يا كابتن الوصول للمباراه النهائيه ان شاء الله؟ بص انا ريال مدريد قلبا وقالبا. اتمنى طبعا صلاح، طبعا بغض النظر عن اي حاجه اتمنى صلاح البطوله ده اولا يعني. هو ريال مدريد وليفربول انا بحب ريال مدريد جدا جدا جدا، بس لا صلاح عندي. بس طريق ريال مدريد هيبقى ليفربول في نصف النهائي، عشان كده انا قلت لك في معركه تنتظر ليفربول ده اذا تخطى الارسنال، واذا تخطى كمان اتلتيكو مدريد. السنه دي كمان ريال مدريد مش احسن. ريال مدريد بيتخطى اي حد. لا بس السنه دي لا يا كابتن، السنه دي لا ما هو تخطى مانشستر سيتي السنه دي يا كابتن. مانشستر سيتي كده السنه اللي فاتت تخطى مانشستر سيتي وتشيلسي وباريس سان جيرمان اللي قبلها. بس السنه دي يا كابتن الموضوع مختلف. ليه؟ السنه دي في عنده هو
3 صعبين جدا جدا. لو النهارده هو تخطى اتلتيكو مدريد بص هيصطدم بالارسنال، هيصطدم بليفربول، ولو وصل المباراه النهائيه اكيد في طبعا برشلونه الطريق مفتوح لبرشلونه طبعا. بس هو ريال مدريد بلغه الكوره كده بيعرف يلعب البطوله دي، يعني من الاخر هو محطوط على اسمه، ففي البطوله بيعرف يلعب فيها بشكل كبير جدا يعني. هو طبعا اكيد ريال مدريد احسن واعظم نادي في العالم، بس السنه دي صعبه يا كابتن علي، السنه دي صعبه. بشجع برشلونه بشجع برشلونه طبعا، اكيد كره القدم الجميله تكمل برشلونه. وانا مش بصراحه انا مش عايز برشلونه يكسب، انا طبعا محمد صلاح طبعا اكيد. انا بالنسبه لي ليفربول ولا كابتن. انا مباراه نيوكاسل اللي كنت بشوفها في الكويت كانت المباراه اللي فاتت اللي هي تعادلوا فيها، طبعا نيوكاسل تعادل في الدقيقه الاخيره كان وكده. عايز اقول لك ان انا والله كان هجوم عليا والله لا كلنا بنحب صلاح جدا، وعشان عايزين مباراه ايفرتون كمان طبعا كل البطولات اللي بيشارك فيها بنتمنى ان هو ياخدها، لان بتحقق له نجاحات كبيره جدا وتاريخ عظيم بيبنيه يعني طبعا. زي ما قلت لك هو يعني هي الميزه في البطوله دي ان هي قويه جدا وبتشوف احسن لعيبه في العالم، وتشوف ماتشات حلوه قوي يعني، بتستمتع بالكوره بقى، بتتفرج على الكوره الحقيقيه، بتستمتع بيها بشكل كويس جدا، وبتستفاد من الناس دي، بتشوف الناس دي التكتيك بتاعها واللعيبه اللي بتتفرج عليها دي بتعمل ايه في الملعب والخطط لا. كم سنه ضوئيه احنا بعيد عن الناس دي يا كابتن؟ كم سنه ضوئيه احنا بعيد؟ لا كتير قوي يعني ما تعدش. لا بعيد عن المستويات، وبعيد عن الاجواء الجماهيريه، وبعيد عن الملاعب، وبعيد عن التصوير، وبعيد عن كل حاجه يعني احنا بعيد قوي يعني، رغم ان احنا عندنا ناس لعيبه، وعندنا اصلا كمان لما بنعمل احتكاكات بالفرقه دي بنعمل ماتشات قويه جدا والله بنعمل يعني. انا فاكر كنا بنلعب زينت، كان بطل اوروبا ساعتها، ولعبنا شختار كان ساعتها بطل الدوري الاوروبي مع الزمالك في بطوله وديه في الكويت، عملنا ماتشات جامده. خسرنا من شختار 3-2 وكسبنا زينت 1-0، وعملنا بطوله جامده جدا يعني. بشوف اللعيب المصري لو بيعمل احتكاكات مع اللعيبه في اوروبا وبيلعب كتير هناك، لا الامور بتتغير خالص طبعا. بدليل طالما في الامكانيات متاحه قدامك، وبتقدر تعمل ماتشات جامده جدا يعني. لا واللاعب المصري لو حطيته في اي حاجه بصراحه، انا شفت مباراه مصر والبرازيل كل ما بحب استمتع بكره القدم، وايطاليا كمان يا كابتن بتستمتع ان انت غلبت بطل العالم. بطل العالم كانت ايطاليا. لما بتعمل احتكاك مع الفرق الكبيره والمنتخبات الكبيره بتعمل ماتشات جامده جدا، وبتقدر تعمل ماتشات بشكل كويس جدا، وبيقدر اللعيب يطلع كل اللي عنده. فاذا لما الامكانيات بتبقى متاحه قدامك يعني انت عندك اهو، بس ايه عارف انت ايه، بس بتخبى عن الناس. طب ما انت عندك الامكانيات كويسه جدا اهوت، بس زي ما قلت لك برضه حته الملاعب والاجواء والدنيا بتختلف شويه. احنا عايزين الكره بس تكون في تقدم يا كابتن ان شاء الله باذن الله، لان احنا عندنا معترك السنه دي كمان تصفيات كاس العالم، وبعد كده كمان يا كابتن عندنا بطوله افريقيه ان شاء الله. كابتن هل تتوقع نرجع مره ثانيه ليفربول، هل تتوقع ان ليفربول يحسمها بسقوط الارسنال امبارح؟ تعادل الارسنال وهو كسب نيوكاسل امبارح ليفربول كسب 2-0، وارسنال تعادل مع نوتنغهام فورست 0-0. بعتقد ان هي النتيجه دي شبه بنسبه كبيره جدا يعني قربت البطوله شويه من ليفربول يعني 90% تقريبا. هو كده فرق 13 نقطه مع مباراه للارسنال، يعني بقى مباراه بينهم فرق انه ليفربول متقدم على الارسنال بمباراه فرق 13. 28 ليفربول لعب 28 وارسنال لعب 27. فاشوف لا الامور ان شاء الله يعني عايزين معجزه عشان خاطر ليفربول يخسر البطوله، بس بشوف ان شاء الله خلاص بنسبه 95% يعني خلاص نتمنى. طب هل لان برضه في الاول في كره قدم يعني لازم تحط فيها نسب في الاول في كوره يعني. طبعا تتوقع ان محمد صلاح يكمل مع ليفربول ولا لا يا كابتن؟ ولو انت مكان صلاح تعمل ايه؟ انا امنيتي كامل مع ليفربول طبعا، لانه زي ما قلت لك يا ابراهيم، طول ما هو قاعد في ليفربول، طول ما هو بيحقق تاريخ وارقام، فهو وصل لمرحله كل ماتش بيجيب في جون او بيعمل فيه اسيست او بيعمل رقم او يعمل ريكورد جديد او بيحطم رقم كذا. فطول ما هو موجود ربنا بيكرمه الحمد لله، وبتمنى ان هو يكمل السنه الجايه كمان مع ليفربول، لانه زي ما انا قلت لك هو كل ماتش خطوه بيخطيها بيحطم فيها رقم فلان، بيعدي كذا. لا ده اكتر لعيب عمل اسيست في الدوري الانجليزي، ده من الهدافين التاريخيين في الدوري الانجليزي، لا ده هداف التاريخي ليفربول. انت فاهمني؟ فكل خطوه بصلاح بيقعدها اكتر في ليفربول هي بتعديه خطوات. طب ما صلاح يتنزل شويه في المقارنات ده، هو صلاح يستحق اكتر من كده، صلاح احسن لاعب في العالم، ولكن عشان انت النهارده تسيب الدوري الانجليزي اللي هو الدوري الافضل المشاهده الاكثر مشاهده في العالم كله وتروح اي دوري ثاني، طبعا احنا بنحب السعوديه ونقدرها كويس جدا جدا، وانا اتمنى ان صلاح يروح الهلال، بس مش عايزك تروح السنه دي ولا السنه اللي بعدها، على الاقل سنتين تاني في الدوري الانجليزي، بعد روح الهلال براحتك. او حتى لو انت جيت انتقلت رحت باريس سان جيرمان، الدوري الفرنسي مش نفس الكواليتي بتاع الدوري الانجليزي، حتى الدوري الايطالي اكتر من رائع، بس انت هتبتدي تبني تاريخ جديد
انت عملت تاريخ في روما وعملت تاريخ، بتضطر تبني تاريخ جديد في نادي جديد يعني، او بطموحات جديده يعني. ان شاء الله يعني باذن الله الامور تتحل معاه ويقدر يجدد باذن الله في ليفربول، وده اللي الناس كلها بتتمنى يعني. وحتى جمهور ليفربول نفسه بيطالب الاداره ان هي لازم تجدد له، او ان هو لازم يقعد على الاقل سنه كمان في ليفربول. فاعتقد ان هو اعتقد والله اعلم ان هم هيجددوا له سنه كمان على الاقل يعني. هل ممكن ترضخ الاداره للمطالب صلاح والجمهور ولا ليفربول؟ لان الجمهور اللي بيطالبها، الجمهور بيطالبها، وخاصه ان صلاح السنه دي استثنائي يعني من احسن السنين اللي قدمها في الكوره السنه دي، لانه بيعمل كل حاجه في الكوره يعني ما شاء الله. هداف الدوري واعلى اسيست في الدوري الانجليزي وهداف الفريق، يعني ما شاء الله بيعمل كل حاجه في الكوره. فبشوف ان هو سنه استثنائيه يعني، زي ما بيقول كل ما بيكبر بيحلى، فصلاح كل ما كبر الحمد لله بيحلو يعني. فربنا يكرمه يا رب كده ويحقق اكثر واكثر او اكثر ان شاء الله باذن الله في المزيد يعني باذن الله. يا رب ان شاء الله. عمرو مرموش ايه رايك فيها يا كابتن؟ ممكن يكرر تجربه صلاح ولا لا احنا هنقول يعني خطوه جديده، اللاعب جديد، بنتمنى له التوفيق في الدوري الانجليزي. الحمد لله كسر الدنيا في الدوري الالماني، فجه دلوقتي النهارده في الدوري الانجليزي في احسن فرق في انجلترا مانشستر سيتي، ومع احسن مدرب في العالم. خطوه بنتمناها باذن الله ناجحه باذنك يا رب ان شاء الله. والحمد لله ان هو قدر يتاقلم عمر، والراجل بيتكلم عليه بشكل كويس جدا. بشوف انه خطوه هتبقى قويه جدا ليه، واعتقد عمر يعني عنده الامكانيات والخامه بتاعته والكره بتاعته لا كويسه جدا، ويقدر ينافس ويقدر يلعب بشكل كويس جدا في الدوري الانجليزي، ويقدر يكسر الدنيا باذن الله. وبتمنى له التوفيق طبعا، ويمشي على خطى صلاح باذن الله. هو المشكله دلوقتي يا ابراهيم ان الناس بتقارنوا بينه وبين صلاح. لا يا جماعه، ما ينفعش نحط اثنين مصريين، واحد بيلعب في ليفربول وواحد بيلعب في مانشستر سيتي، احطوا اقارنهم ببعض، هو ده هيبقى زي ده؟ لا، ده وينج رايت وده وينج ليفت وفيرود. فلا، هم بعيد عن المقارنات، بعيد عن بعض. ده بيلعب في حته وده بيلعب في حته، وده ليه طريقه وده ليه طريقه، وده حقق كتير جدا وده لسه بيبني. فما ينفعش اجيب اللي لسه بيبني ده على واحد بنى وبيعمل تاريخ، وكل خطوه تاريخ، كل خطوه تاريخ. انت زميلت صلاح في 2013 يا كابتن؟ طبعا لعبت معاه في منتخب مصر، وانا قلت لك هو صلاح ما شاء الله يعني لو قعدنا نحلم 100 سنه مش هيطلع لنا في اجمل احلامنا انه محمد صلاح ياخد احسن لاعب في العالم. دي حاجه يعني، لو كان حد كلمني في 2010 لعيبه العالم كمان 2010 ولحد 2015 قال ان في مصر حد هيطلع يكون احسن لاعب في العالم، انا ما كنتش صدقت يا كابتن. استحاله. على ذكر 2013 كنت تعرف ان منتخب مصر السنه دي كان السنه الوحيده اللي كسب فيها كل المباريات تصفيات كاس عالم، وخسرنا في ماتش وخسر في ماتش يعني خسرنا من الماتش الفيصل بتاع غانا. نتيجه كبيره جدا طبعا، كانت نتيجه صعبه على الكره المصريه، وصعبه على الجمهور المصري وعلى منتخب مصر، وقدرنا نكسب هنا 3-1 اعتقد يعني. بس الظروف يا ابراهيم نفسها ما ساعدتش الناس اللي كانت موجوده، وكانت مرحله جيل بينتهي ومرحله جيل بيتبني. فهي دي اللي كانت يعني النقطه الفاصله في الموضوع كله. والبلد برضه الفتره دي ما كانتش الانتظام فيها، الدوري فيها ما كانش لسه منتظم، او الدوري كان تقريبا كان الدوري فيه فواصل كتير جدا، ان بيحصل مشاكل في الدوري المصري ومشاكل سياسيه في البلد، فكانت الامور مش احسن حاجه في البلد يعني. ف يمكن هي دي بس الفتره دي اللي الامور ما كانتش كويسه. والمدير الفني ساعتها كان بوب برادلي تقريبا موجود معانا. ومدرب شاطر جدا بالمناسبه، مدرب قوي جدا، بس هو يمكن ما كانش محظوظ في الحته دي، اللي زي ما بقول لك ان البلد ما كانش فيه شويه نظام فيها، وفي الحته السياسيه، وكانت شويه مشاكل. فدي اللي فرقت شويه، لان كانت ساعتها جاهزيه اللعيبه ابراهيم ما كانتش جاهز بالمستوى الاستمراريه. ما كانش في دوري، ساعتها. ما كانش زي ما انت بتقول دلوقتي اللعيبه تعبانه من كتر الماتشات. لا، زمان كانت اللعيبه تعبانه من قله الماتشات. ورغم كده كابتن كسبوا كل مبارياتهم، بس لكن كسبنا كل التصفيات، وجينا في الماتش طبعا الاخير، عشان ده برضه كنت بتلعب منتخب قوي جدا، منتخب غانا، وكان عنده اللعيبه كلها بتلعب في الدوري الانجليزي. كان عنده بتاع 6-7 لعيبه يطلع في الدوري الانجليزي، وعنده متفرعين في الدوريات الكبرى. كان ساعتها بواتنج في ميلان، السيان في تشيلسي، كابتن تشيلسي. كنت بتلعب لعيبه ما شاء الله يعني مكسرين العالم. وكانت ساعتها السيان جاي من دوري ابطال اوروبا، واخد دوري ابطال اوروبا تقريبا كده مع تشيلسي، وبواتنج كان واخد الدوري الايطالي مع ميلان. كانت لعيبه ما شاء الله يعني، وانت لسه يا دوب بتبني جيل جديد في مرحله جديده طبعا. انا شايف حضرتك يا كابتن، وسعيد جدا جدا بتواجدك معايا يا كابتن احمد جعفر. انت من الناس الجميله جدا، الواحد يتشرف انها تكون موجوده معانا في كل حلقه ان شاء الله يا كابتن. تحياتي وشكرا. في الملاعب كلنا بنلعب، والكرة دايما مش هتوقف.
من القاهرة لأسوان بنشجع، مصر دايما في القمة بتسجل وتحقق. مصر يا حبنا إبراهيم حان، في الملاعب كلنا بنلعب والكورة دايما نشهد. من القاهرة لأسوان بنشجع، مصر دايما في القمة بتسجل وتحقق. يا كورة مصر يا حبنا إبراهيم حسن في المايك بيعلنا، من الأهلي لغاية الزمالك المنتخب دايما في القمة. يا سلام، أرض مصر مليانة أبطال وفي كل ماتش بتشوفها تفوز. إبراهيم حسن بيشعل الحماس، يقولك كل حاجة من غير خدام. يا كورة مصر يا حبنا إبراهيم حان، في الملاعب كلنا بنلعب والكورة دايما مش هتوقف. من القاهرة لأسوان بنشجع، مصر دايما في القمة بتسجل وتحقق. يا كورة مصر يا حبنا إبراهيم حسن في المايك بيعلنا، من الأهلي لغاية الزمالك والمنتخب دايما في القمة. يا سلام، المشجعين بيغنوا ويفرحوا، وإبراهيم حسن معنا دايما صوت الحق والمعلومة الصح. في كل ماتش بيكون فنان وذو حضور. يا كورة مصر يا حبنا إبراهيم حان، في الملاعب كلنا بنلعب والكورة دايما مش هتوقف. من القاهرة لأسوان بنشجع، مصر دايما في القمة بتسجل وتحقق. يا كورة مصر يا حبنا إبراهيم حسن في المايك بيعلنا، من الأهلي لغاية الزمالك والمنتخب دايما في الأمة. يا سلام، أرض مصر مليانة أبطال